كل الناس اللي سألوني على عنوان الجيم اللي بتدرب فيه، يلا بينا اوريكم تيجوا الجيم ازاي. يلا بينا. شارع محمد علي وابراج الفرمه، ابراج الفرمه هتلاقي قدامك كليه تربيه. هنا هتعدي الناحيه التانية هوب هتلاقي هيلث برو جيم، ومحاول كده بس كده اهو يا جماعه. هو ده عنوان الجيم يا جماعه، سهل قوي وعنوانه مميز جدا. كده اكون جاوبتكم على عنوان الجيم. يلا بقى بينا نبدا تمريننا النهارده ونشوف هنتدرب النهارده مع كوتش مين، كوتش انجي، كوتش الاء. يلا بينا. دخلنا الجيم وكنت اول مره اروح الفتره الصباحيه، والجيم كان هادي ورايق والاجهزه فاضيه والدنيا كانت احلى روقان. قابلت كوتش الاء وكانت بتسخن وقالت لي يلا يا حلوه اطلعي سخني شويه على المشايه، وفعلا بدات اسخن 10 دقايق كده على المشايه لحد لما دخلت جري، وبعد كده لعبت شويه على العجله علشان اخش في مود تسخين. خلصنا بقى مرحله التسخين، وهنا كوتش الاء قالت لي استعدي يا بطله، عندنا النهارده تمرين الرجلين. وطبعا تمرينه الرجلين دي يا جماعه من احلى التمرينات اللي انتم ممكن تتمرنوها. طبعا بهزر يا جماعه. بدأنا نشتغل على كل جهاز علشان نشتغل على كل عضله في الرجلين، عضله الفخذ، عضله السمانه. وانا بصراحه اخدت بريك لاني تعبت جدا. مجهود تمرين الرجلين صعب قوي يا جماعه. بعد كده قالت لي يلا ارجعي تاني كفايه كده بريك، وقعدنا نشتغل السكوات. الارخم تمرينه رخمه قوي ما بحبهاش، بس نعمل ايه، الفوائد بتاعتها جامده جدا. وهنا الجهاز ده برضو بيشتغل على بقى عضلات الفخذ ويشد الساق كله وعضله السمانه. الجهاز ده مفيد. وخلصنا تمرينتنا النهارده. اخر حاجه هنختم بيها طبعا تمارين الاسترتشات. تمارين الاسترتشات مهمه جدا بعد ما اخلص اي تمرين في الجيم. كوتش الاء كانت واخده بالها جدا ان انا اعملها صح علشان لما ارجع البيت ما ارجعش تعبانه او عضله تكون شد عليا. فبجد بشكرها جدا على تعبها معايا طول تمرينه النهارده. بصراحه عملت معايا مجهود جامد جدا. شكرا بجد. كده نكون خلصنا تمرينتنا النهارده. كابتن الاء حرفيا فرهدتني، رجليا بتعمل كده يا جماعه، مش قادره بجد. بشكرها جدا، هي فرهدتني وانا فرهدتها، بس عملنا تمرينه ممتازه بجد. هتتبسطوا جدا يا جماعه لو جيتوا هيلث برو جيم مع كابتن الاء او كابتن انجي. بجد روحوا في حته تانية. استناكم تيجوا هيلث برو جيم ونكمل سيشناتنا مع بعض. يلا باي. رجلي مش قادره، بس بجد عاش. شكرا كابتن الاء.